محبي قناة ايتي بالدارجة، مرحبا بكم. اليوم جبت لكم واحد الفيديو اللي مميز بزاف، فيه واحد المحتوى اللي بسيط ولكن عميق في المعنى. كان في استجواب اللاعب المغربي الموهوب بلال الخنوس، حيت سولو الزميل ديالو في الفريق وقال ليه شنو كدير باش تحيد التوتر قبل الماتشات وتبقى مركز. يمكن توقعنا كاملين باننا غنسمع واحد الجواب كلاسيكي بحال كنجري شويه، كنسمع الموسيقى او حتى كندير تمارين تنفس، لكن الجواب كان مفاجئ وبسيط في نفس الوقت، بحيث اللاعب جاوب وقال بكل صدق كنسمع القرآن الكريم. هاد اللحظة في الفيديو كانت صادقة بزاف وخدات اهتمام الناس، لأننا قليل فاش كنسمعوا لاعبين محترفين كيهضروا على الجانب الروحي ديالهم بطريقة عفوية وبعيدة على التصنع. For a game, and do you have any rituals before the games? I don't have a ritual before the game, but I sleep early the day before the game, so I can rest enough. And then before the game, I listen Quran. You know, I'm Muslim. Yeah. It brings me to calm. So it's a kind of ritual. Yes. Yeah, let's say, yeah. A little bit, but yes, it was in the family. It is in the family, and yes, I will keep it for the rest of my life. نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، ونتمنىكم كاملين تشاركوني بالاراء ديالكم. واش حتى نتوما عندكم طريقه خاصه بكم باش كتركزوا كتواجهوا المشاكل والضغوطات؟ ما تنساوش تدعمونا بلايك واشتراك في القناه.